بعد قدومي من وادي المر في عمق الصحراء إلى صور على ساحل البحر، توثقت علاقتي بابن عمي محمد، وأصبحنا نشترك في أغلب أنشطة الأطفال اليومية، سواء الذهاب إلى المدرسة أو اللعب أو مرافقة عمي سالم إلى ميناء الخور لاستقبال سفينة الأسرة. وكنا نمضي وقتا مسليا على ظهر السفينة عند رسوها في مرفأ خور البطح، أو وهي راسية قبالة الحارة لنقل المسافرين إلى مسقط أو منها. نتابع تفريغ حمولتها أو نصيد السمك باستخدام الصنارة وخيوط النايلون. يساعدنا البحارة في ربط الصنارة وشك الطعم. وبتشجيع من صديقي محمد بدأت أتدرب على ألعاب صبيان الحارة وتساليهم. في تلك الفترة أخذت أتدرب على ركوب الدراجة الهوائية، نستأجرها من المحل الوحيد في المدينة، وكان علي الاعتماد على نفسي في تعلم ركوب الدراجة وسياقتها، ظنا مني أن ابن الصحراء الذي يركب الجمال لن تجافيه الحيلة في تعلم ركوب قطعة الحديد تلك الدراجة. محاولتي الأولى لركوب الدراجة الهوائية لم تكن موفقة على الإطلاق، فبينما كنت منهمكا في الحفاظ على توازني وإبقاء جسدي على الدراجة في سكة ضيقة، تفاجأت بركن جدار بارز فصدمته، وأصبت إثر ذلك بجرح في ساقي. ومنذ ذلك اليوم لم أحاول ركوب الدراجة، ولا اقتربت حتى من السكة التي يقع فيها دكان تأجير الدراجات. تركت الدراجات والتفت صوب البحر الذي يقع بيتنا على شاطئه على مسافة لا تتجاوز 20 مترا من نوافذ سبلتنا، وهو ما جعلني أتعلم واحدة من أهم أساليب صيد السمك، البرمة، التي كان يمارسها الصغار للإيقاع بأسماك صغيرة ولذيذة يسمى مفردها حاسون. والبرمة قدر من فخار يستخدم لحفظ اللبن أو للطبخ، أما نحن فقد أوجدنا له غرضا ثالثا عندما حولناه إلى شرك لصيد السمك. شرح لي محمد كيف أدس الطعم داخل البرمة وأغطي وجهها بقطعة قماش مثقوبة في الوسط، فأمسكتها وخضت البحر إلى مسافة تتيح لي حفر حفرة في القاع الرملي بيد، وإبقاء البرمة فوق السطح باليد الأخرى، ثم دفنتها على وجهها ورجعت إلى الخلف أراقب الأسماك. وهتفت بأهزوجة تدعو الحواسين بكل أحجامها ومن كل الجهات للاقتراب من البرمة: أو شرقي، أو غربي، أو من راس الميل، أو إلى راس القاد، ادخل من باب واطلع من باب، أو حاسون. وسرعان ما جاءت الحواسين تتحرك بخفة ورشاقة يساعدها في ذلك شكلها ولونها الفضي، وعلى إيقاع الأهزوجة كانت تبالغ في حركتها، تحوم حول فتحة البرمة ثم تشكل دائرة تتحرك نحو الثقب وتبتعد عنه مترددة حتى يدخل أحدها ثم يتبعه آخرون، لكنها لسبب مجهول تعجز عن الخروج من البرمة.